قال لها شغلانه شريفه وموكلنا الشهد وفاتحه لي، مش كنت عايز اشقى في التجمع الخامس، جبت لك شقه في التجمع الخامس وعايشين زي الجوات له فلوس حرام. قال لها حرام ايه؟ هو انا ست ومبينه جسمي؟ ده انا راي. اهلا بيكم. النهارده هنحكي قصه سمير وسماح. ايه موضوع سمير وسماح؟ سماح بنت زي القمر عايشه مع اسرتها حياه مرفهه لغايه ما مستنيه ابن الحلال اللي يخبط على بابها علشان يطلب بيتها ويتجوز. فعلا اتقدم لها سمير عنده 31 سنه. ما صدق السماح لقت فيه كل الشروط، حنين جدا. بس هو كلمه الشاب لما يكون حنين، مش عارف الكلمه دي بتحبني يعني هو الرجاله ما اتخلقتش عشان تبقى حنينه. كلمه حنين دي يعني ايه؟ الراجل لازم يكون راجل بمعنى ان هو ما بينش حنيته، وهو حتى لو كان حنين. يعني ايه؟ يعني انا لاحظت في قصه كانت نازله قريبه قوي. واحد واخد مراته وراح وداها جنينه الحيوانات، ففي قرد قاعد مع مراته واسد قاعد مع مراته. فالقرد كل شويه يجي عند مراته ويطبطب عليها وياخدها في حضنه، والاسد قاعد زئير بقى وبتاع ومش واخد باله من مراته خالص. فالست قالت لجوزها ايه؟ شايف القرد حنين وحلو ازاي، وشايف الاسد بيعامل مراته ازاي، او انت عامل زي الاسد كده، عمرك ما دلعتني ولا طبطبت عليا زي القرد كده. قال لها طب انا اوريك الفرق بين القرد وبين الاسد. راح مسك طوبه وراح رماها على القرد، على مرة القرد. جوزها اللي هو الذكر بتاع ساب مراته وجري، خاف. جه عند مرات الاسد وراح ضربها بطوب، لقى الاسد هيهجم عليه موته. قال لها شوف الفرق بين القرد وبين الاسد. الاسد صحيح ما بيبينش مشاعره لمراته، لكن لو حد قرب منها بيفترسه. لكن شفت القرد اللي بيقعد كل شويه طبطب ويحضن في مراته، لما واحد قرب منها سابه وجري، ساب مراته وجري. فكلمه حنين دي ما تعجبنيش في الراجل. يعني ايه راجل حنين؟ حنين يعني ايه؟ يعني لما يلقى مراته مثلا بترقص مع واحد يقول له يا سلام، والله العظيم انت بتعرف ترقص مراتي. ما هو راجل حنين. هقول لكم ليه الموضوع ده يعني. فسماح لقت في سمير ان هو راجل حنين وطيب وعمره ما بيزعلها ودايما بيطبطب عليها، حتى لما بتغلط يقول لها زي بعضه، يا ستي زي بعضه. ما هو احنا كل واحد، في حد ما بيغلطش. حنين قوي سمير ده، يعني حنين يعني. لغايه مره ماشيه في الشارع ولقيت واحد بيقول ايه؟ مش مرة السكسيكه دي سكسيكه؟ هي استغربت، قالت الكلام مش عليا. كل ما تمشي في حته تلقى الناس بيتغمزوا ويلمزوا ويقولوا مرة السكسيكه مرة السكسيكه. ايه مرة السكسيكه دي؟ ما تعرفش يعني ايه سكسيكه. فبتقول لي جوزها انا بمشي في الشارع بحس الناس بيرموا عليا بالكلام، بيقولوا مرة السكسيكه مرة السكسيكه. ايه سكسيكه دي؟ قال لي ما تساليش يا ستي بلا سكسيكه ولا قله ادب، انت عشان حلوه واموره بس عايزين يعكسوك. عديتها يعني وقالت والله ما فيش مشكله. شويه تاني لقت فيه مجموعه من الستات بيخبطوا على الباب. سمير عندك؟ ايوه سمير موجود. طب احنا عايزين. فطلع سمير قال لهم اتفضل. فطلعوا فوق لقيتهم بياخدوه بالاحضان وبيبوسوه. ولا لو اخوهم مش هيعمل كده. واخبارك يا سمير ومش فاكش؟ يلا عشان عندنا النهارده شغل. قال لهم والله تعبان وبتاع. قال له لا ما ينفعش، ده انت مطلوب بالاسم يا سمير ولازم تيجي معانا. مراته قالت له انت شغال ايه؟ قال لي دخل الشغل ده مع الستات. قال انا شغالين في محل كوافير بس، وانا عشان بعرف اظبط الشعر وبتاع ليا سمعتي وبتاع والمحل ما يستغناش عني. فصدقته. كل شويه ان الستات يجي ياخدوه وعندي مشوار ينزل مع الستات، ينزل مع مراته قلقانه ايه الموضوع ده. فجيت انا اسحب وراهم واشوفهم بيعملوا ايه. فعلا اتفقت مع واحد سواق تاكسي حتى بتاع اوبرا وكريم، يعني في اعترافاتها بتقول اتصلت باوبرا كريم. اوبرا كريم ده اللي هو بيتصل بالتليفون بيجي لها العربيه بتاعت واحد يعني بيوصلها. قالت له امشي ورا الجماعه دول لغايه ما فضلت فعلا ماشيه وراهم لغايه ما وصلوا النادي. طب جوزي شغال كوافير. قال لي وداها النادي. قال لها يا مدام؟ قالت له لا. طب ممكن تمشي انت وانا متصل بيك تجيبني؟ قال لها ماشي روح انت يا عم عشان ايه ما يتحسبش عليك العطله دي. نزلت هي ودخلت النادي ورا جوزها ومجموعه الستات. لقت فرح. قالت يكون جوزي معزوم النهارده، بس الستات خدوه وقالوا عندنا شغل. راحت داخله الفرح وراحت قاعده. بصت لقت الستات كلهم لابسين بدل الرقص وقاعدين يرقصوا، لكن سمير مش موجود.
بعد شويه لقت الراجل بتاع اللي بيقدم النمر بتاع الفرح، والان مع مفاجاه الفرح سكسكه. سكسكه دي اللي هم الناس لما كانوا بيقولوا لها سماح مره السكسكه. طلع مين سكسكه بقى؟ سكسكه هو سمير جثه، وده اشهر واحد بيرقص في الافراح. نزل بقى ببدله الرقص بيرقص بشكل غير عادي، والولد محترف رقص. هي شافت كده طبعا انهارت، وحلمها كلها جثة الحنين طلع حنين على الاخر، وبيهز وبيعمل وبيلعب فرود، وليه جمهور وبتاع، وفعلا الافراح بيطلبوا بالاسم. روحت البيت ومستنيه سمير لما يجي. اول ما جه على الفجر كده سمير لقاها مجهزه له العشاء، قالت له اقعد، ده انت بتتعب، الله يساعدك اسخن لك ميه. قال لها ليه؟ كانت تغسل رجليا. قالت له انا اهز لك وسطك بميه سخنه. عرف ان هي عارفه بنفس اللفظ. قال لها ايه الكلام بتقول يعني ايه وسط مش وسط؟ قالت له ما انا عرفت كل حاجه يا سكسكه، بأمارة الفرح اللي انت كنت فيه وبترقص دلوقتي. قال لها شغلانه شريفه وموكلنا الشهد وفتحالي، مش كنت عايز اشقه في التجمع الخامس، جبت لك شقه في التجمع الخامس وعايشين زي قالت له فلوس حرام. قال لها حرام ايه؟ هو انا ست مبينه جسمي؟ ده انا راجل. قالت له ما زي ما احنا الستات بنبين جسمنا الرجاله بيشتهونا، انت لما بتبين جسمك الستات بيشتهوك. قال لها لا، بس جسم الست عوره، جسم الراجل مش عوره. قالت له يعني هو ربنا كان سامح ان الراجل اللي المفروض الراجل اللي فيه سمات الرجوله يتلوع ويتمايل ويعمل زي الستات؟ ده لعن الله المتشبهات والمتشبهين، ولا انت نسيت الحديث؟ قال عليه الصلاه والسلام بس انا فاتح بيتي كده وعايز سلطان كده ومش زعلان يا راجل فنان. قالت له انت مش فنان، انت سكسك. قال لها اسم الشهر، ايه المشكله؟ ما في فريد الاطرش وفي شكوكو وفي وانا سكسك. قالت له طيب حل من الاثنين، لا تطلقني دلوقتي حالا لا تبطل رقص. قال لا لا. المهم بعد جاب اهلها طبعا فوجئوا ان هو كان فهموا ان هو شغال في كوافير، طلع ان هو سكسكه شغال سكسكه. فقالوا له يا ابني حاجه من الاثنين، لا تسيب الشغلانه دي لا طلع بنتنا. قال لهم خلاص هسيب الشغلانه. فعلا التزم لمده شهر كامل، وبعد كده رجع تاني من وراها. كان بيأخر برضه، وكان نفس النظام، ما بيقدرش وسطه، ما يقدرش كانش وسطه يلعب كل يوم، كان بيتعب جدا. فتقدمت لمحكمة الأسرة وقالت لهم ايه؟ جوزي بيرقص زي الحريم، بنفس اللفظ في الدعوة بتاعها، حتى انا جبتها، جوزي بيرقص زي الحريم. تقدمت سماح 30 سنة برفع دعوى ضد زوجها للطلاق سمير 31 سنة أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطالب بالخلع لما وقع عليها من ضرر. جوزي بيرقص زي الحريم في كل الأفراح لحد ما بقيت اسمي وشهرتي سماح مرات سمير سكسكة. على فكرة برضه اللي مش مصدق، الدعوة دي رقم 1844 لسنة 2018، دعوة رقم 1844 لسنة 2018. أنا بقى بسألكم هنا بقى، لو أي واحدة مكان سماح، هي الشغلانة دي في الأول شريفة ولا مش شريفة؟ نتكلم بصراحة. يعني لو خدناها بمنطق، هي لا بيسرق ولا بيتاجر في المخدرات ولا بيتاجر في حاجة ممنوعة ولا هي، ده واحد بيرقص. فعلى القانون، في القانون مفيش حاجة بتمنع إن الواحد بيرقص. ما ياما شباب في الأفراح بترقص، أي بس في فرق بين واحد واخدها حرفة وبيعمل وسط وبيربط وسط وبيقعد يرقص فقرة كاملة، وبين الشباب بيفرحوا في الأفراح وبيرقصوا رقص عادي. مش عارف، هي طبعا لو احنا خدناها بمنطوق يعني انه بيتشبه بالنساء وده حرام وده لعنة، يعني لعنة الله يعني، لكن في حد ذاتها هي شغلانة ما حدش يقدر يقول عليها ان هي شغلانة مش شريفة. لكن في ست ترضى ان جوزها كل مهنته بيرقص في الافراح ويتمايل، واحنا عارفين دلوقتي ده كلهم بيرقصوا زي دينا رقاصه، وقليبه بيهز في الهنش بتاعه ويرجعه لورا ويهز صدره، ما اعرفش حاجه غريبه جدا يعني. طب انا اعرف الست وهي بترقص الرقاصه بتبقى باينه سترها نوع من جذب الانتباه والفتنه، لكن الرجاله لما يبقى فاتح صدره ويعمل كده ولا يدخل ايديه ويعمل كده، ايه الحركات دي؟ هو عايز يعني، هو لما يعمل كده بيصير مين؟ يعني انت بتعمل كده عايز تقول ايه؟ يعني انت عايز الرجاله مثلا تقوم لك؟ يعني انت عايز الرجاله، ما انت خلاص اتشبهت بالنساء، مش ناقصك
ان انت بالمره ياخدوك الرجال. انت بتعمل ايه؟ وايه الحكمه لما تميل بالهنش بتاعك كده قدام الرجال؟ انت عايزهم مثلا يجي من ورا ويجي مسافر لك يعني، ولا يعني انت عايزهم يعملوا لك ايه في الافراح؟ فهي مهنه يعني. انا شايف ان سماح عندها حق، وسماح من حقها فعلا ان هي تطلب الطلاق. واحد هيقول ايه اللي استفدناه من حلقه النهارده؟ لا استفدنا كتير بقى. استفدنا ايه؟ اول استفاده ان الواحد لما يجي يتقدم لواحده لازم اهلها يسالوا عليه كويس. مش معنى ان هو قال انا مهندس ولا طبيب ولا شغال كوافير ولا شغال في محل او في صالون، لا، يروحوا ويشوفوه ويسالوا عليه، لان الحته كلها كانوا عارفين ان هو اسمه سمير سكسكي. ما فيش غير البنت نفسها ما كانتش تعرف ولا اهلها. فالمفروض اللي عنده بنت في واحد جاي لها يسال كويس، لان هيسلموا امانه بنته اعز ما عنده. ما حدش بيعمل كده. برضه الزوج ما دام شاف ان زوجتك عايزاك تبان شخص محترم في مهنه محترمه وتخليك راجل ملو هدومك، مش ممكن ترفض وتشتغل سكسكه. يعني كلمه سكسكه في حد ذاته كلمه بشعه. فالمفروض الاسره تطمن كويس قوي على اللي جاي يتقدم لبنتهم، والزوج نفسه يعرف ان في شغل بعض يعني خليهم خلفوا. العيال كانوا هيتعايروا بابوهم، يلا ابوكم بيرقص في الافراح، يلا ابوكم اسمه سكسكه. فالعيال كانوا يبقوا له سكسكه. فبرضه واحد لازم يبص على اولاده في المستقبل. يا ريت نكون استفدنا النهارده ونعرف ان لما الواحد يجوز بنته ده بيسلم امانه غاليه جدا، لازم يضمن اللي هيديها له وهيحافظ عليه. اشكركم.